ايه الجملة اللي كان نفسك تقوليها بس سكتي؟ بقابل ناس بيكرهوني او مش بيكرهوني، بياخدوا مني موقف مش من غير سبب، يعني ما بقاش حصل بينا حاجة بتقول ان هم ياخدوا مني الموقف ده. فالسؤال اللي دايما ببقى عايزة اسأله وما سألتوش لحد النهاردة، ايه اللي حصل؟ ببقى عايزة اقول لهم ممكن اكون فكرتكم بوجع عندكم بس انا ماليش يد فيه، ممكن يكون في سبب يخصكم بس ما كانش لازم يظهر لي قوي كده. يعني الموقف ده كلنا بنقابل الناس دي على فكرة، اللي ياخد منك موقف ومشاعره سلبية ناحيتك. طب انا ما عملتش حاجة، انا كنت طرف في ايه ولا حاجة؟ فده السؤال اللي انا لحد النهارده ما سألتوش. انا مش اسف، انا ماليش ذنب ادفع فواتير اللي داسوا عليك قبلي. ماليش ذنب. الجمله دي وعلى فكره مع اكتر من حد ندمت اني ساعه ما اتقال لي ده انا عصر فيا وانا طب خلاص حاضر بقى ماشي عشان انت عندك حساسيه من حاجه. لا لا، هتعرفني من دلوقتي ما بين عقد. هتقعد بقى تقول لي اصل انت كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا ونقعد نعاير بعض او تطلعها لي في نص الكلام. أنا مش ساعتها مش هسيبك، بس انا هسيبك بشكل دموي يخلي من العلاقه دي ما تحصلش تاني. ف ان انا ما وقفتش ناس وكتير على فكره. يعني انا بيطلع وانت بتسالني دلوقتي يعني بيطلع قدامي صور بني ادمين كتير. كان لازم انا مش اسف يعني جدا نهائيا على اللي انت شفته قبلي. يا اخي يعني كتير قوي بيحصل لي مواقف بتاعت ان انا ببقى في الموقف و ولم يعني بعد ما بيخلص احس اللي هو انا كان المفروض اقف لنفسي، كان المفروض اقول كذا ويجي في دماغي ردود كتير، بس في الموقف بفريز كده للاسف. لم يعني بس ساعات بتجلدي نفسك على اللي انت ما قلتهوش، وساعات خلاص لا انا مش هتكلم. انا السكوت ساعات السكوت بيبقى حلو ساعات. بس لما اكون انا جوه الموقف اخترت ان انا عايزه اسكت، قررت انك تسكت. لكن ما بقاش انا جوه الموقف انا حاسه ان انا يعني حد اللي قدامي جه عليا وانا ليا حق ومفروض اقف لنفسي، بس ما عرفتش. في فرق بين انا مش عايزه، انا اخترت ده، وهي فرق بين انا عايزه بس انا مش عارفه وما عرفتش اقف لنفسي، فدي مش قادره. حاجة. أم، م- ما اتعلمتش من وانا طفله ازاي اقف لنفسي، ما كانش برضو عندي الحد اللي بيقف لي لما اتظلم، فبالتالي بقى باترن انا اللي مسؤوله ان اكسره. انا مش بحط المسؤوليه على اي حد، بس انا المسؤوله ان انا اكسر الباترن ده، بان انا ياسمين هتقفي لنفسك. فلما ما ده ما بيحصلش طبعا بجلد نفسي الصراحه، يعني بجلد نفسي. بيبقى في اصوات كتير، بقى في صوت بيقول لي ياسمين عادي بتتعلمي واحده واحده، في صوت بقى اللي هو ليه المفروض تقفي لنفسك، المفروض تعملي لا. بقولك مين كان يستحق يسمع كلمة آسف وشكرا وما سمعهاش؟ شكرا لاهلي، اوكي. بقوا سبورتيف ليا في شغلي، ودي اكتر حاجه هي كانت غير مفهومه بالنسبه لهم، وده اكتر تشالنج انا ممكن بواجهه، او يعني كنت ممكن اواجهه اكتر من كده بكتير لو هما ما كانوش متفاهمين الحته دي، لانه بالنسبه للي حواليا وبالنسبه لهم هو دي حاجه مختلفه قوي، بالذات ان انا مؤخرا ده بقى المين. هما مدينك الحرية حاجة زي كده، مع ان ده مش طبيعي، يعني مش فكره مش طبيعتهم، بعيده عن فكرتهم خالص على الشغل، فبقوا واثقين فيا اكتر، بقوا سبورتيف اكتر بكتير. ما فضلناش متمسكين بشكل معين و... ولا لازم يبقى هي دي في الاول كنا كده مثلا، فكنت حاسه انه انا في حته لازم امشيها لوحدي ومن غير سبورت، من غير. دلوقتي لا، بصراحه الحته دي اتحسنت كتير، ودي فارقه معايا. يعني من غير الحته دي كان الموضوع هيبقى اصعب، لانه هي اصلا سولو جيرني، فمن غير سبورت ده هيبقى غلس. بس هما كانوا سبورتيف من الأول بسبب إن في نتائج هما شايفينها أو أنت حاجات عملتيها، ولا هما لسه ما كانوا شايفين ده من الأول فكانوا واثقين فيكي؟ لا، مش من الاول، وكانت نابعه من خوف. ايه اللي انت يعني ايه الحاجه دي؟ اول ما قررت ان انا هدخل وهبدا هاخد كورس او هاخد دبلومه اللايف كوتشنج، وكانت وقتها مبلغ كبير قوي، قبليها بيوم احنا
كنا رافضين جدا ايه اللي انت بتعمليه ده مش عارفه ايه. لما لقوا ان انا متمسكه بده، من وقتها انا شفت سبورت. تاني يوم انا هاخد الكورس ده. طيب انت لو انت حاسه انه الحاجه دي انت شايفه حاجه خلاص جو. من وقتها بقى اللي هو ايه، بنقدم رجل ونأخر رجل. طب ها، مع اول كوتشنج سيشن الموضوع اتغير. ايه ده، دي ابتدى ده فينا نتيجة. اوت كام حتى. فانا بقى ممتنه للحته دي جدا، انه لما يعني الرفض ما كانش لمجرد الرفض، لا كان لمجرد انه او كان بغرض الخوف. وانس ان ابتدى، لا ابتدى بقى في سبورت، ابتدى بقى في زق على حاجات ما كنتش اتخيلها ان هي ان يوافقوا على حاجات شبه كده. فدي حاجه ممتنه لها. اوكي. مين كان يستحق كلمة آسف وشكرا وما سمعهاش؟ عيلتي برضه. انا في حاجات كتير قوي وانا صغير كنت مش فاهمها عن العيله خالص، يعني في حاجات بتتاخد فور جرانتد شويه، في حاجات انا ممكن اكون الى حد كبير ما قدرتش وما فهمتش قيمه العيله زي ما قلت لك غير وانا كبير مش وانا صغير. يعني من بعد الجيش بدات افهم يعني ايه عيله، ويعني ايه الناس دي هتفضل جنبك وانت حلو وانت وحش وانت كويس وانت مش كويس. ومع الوقت انت عمال تتربى في كل موقف بقى، تعرف قد ايه هم لا هم فعلا في حته تانية، هم فعلا قد ايه ناس ما ينفعش تحطهم في مقارنه، هم في حته لوحدهم. فممكن عيلتي على ان انا ممكن مهما عملت مش هعرف اقدرهم بالشكل اللي هم سبورت باللي هم عملوه. السبورت اللي هم عملوه على الحاجات اللي هم عملوها، على الاستحمال لطريقتي. خلي بالك انا ممكن at some point بقى طريقتي من كتر ما انا شخص اكسبرسيف وشخص بيطلع اللي جواه مش احسن حاجه في بعض المواقف. فالواحد ما خدش باله من ده غير لما اتجوز، عشان اهلك بيستحملوك بس مراتك عمرها ما تستحملك. فبدات تشوف نفسك في مرايه، ان حد بيقول لك لا هو انت ليه بتتعصب بالشكل ده، هو انت ليه بتعمل ده، هو انت ليه بتقول الكلام ده. فبدات تراجع نفسك، هو انا ليه فعلا بقول الكلام ده، هو انا ليه ازاي بقول الكلام ده، ازاي بتعصب بالشكل ده. ترجع بقى تقول ايه ده، هو اهلي مستحمليني كل الفتره دي وانا بعمل ده. فتبدا تكتشف ان انت لا هو انت استحملوك كتير قوي وانت ما كنتش واخد بالك، وانت محتاج تقول لهم انا اسف على الطريقه دي، او اسف ان انا عرفت قيمتكم متاخر او عرفت اتعامل معاكم بالشكل الصح متاخر. طبعا انا مش بقول ان انا كنت حد يعني بقى وحش، لا يعني الحمد لله انا وعيلتي علاقتنا كويسه جدا مع بعض، بس بتعرف قد ايه هم فعلا استحملوك في حاجات عشان انت ابنهم وهم بيحبوك. شوف، مسبقا يعني بقول اسفه لولادي. انت عارف دايما بيبقى في بابا وماما كنا عايزين منكم حاجه ما حصلتش، او يا ريتكم كنتوا عملتوا حاجه وما عملتوهاش. فانا على قد ما قدرت انا قدمت لكم كل اللي انتوا عايزيه، وكل فتره بقعد معاهم ونراجع بقى وصلنا لفين في علاقتنا، ايه اللي محتاجينه اوفره لكم، ايه اللي كنتوا مستنيينه مني. ورغم كده انا متقبله اي حاجه هيقولوها، حاجه لو قصرت ناحيتهم في حاجه، فانا مسبقا اسف. شكرا بقولها لماما، اكتر حد استحملني قوي في لحظات غضب، في لحظات لوم. حبيبتي دايما لما اكون انا في لحظات الغضب دي تبصلي بصه حلوه قوي، بصه تعاطف، كانها بتقول لي انا فاهمه وجعك بس انا مفيش بايدي حاجه اعملها لك. الله. بس تبصلي كده وتفضل تسمعني. ماما دايما تقول لي كلمه وقت ما بتقولها لي انا مش فاهماها خالص وبتضايقني اكتر، واقعد اقول لها ما تقوليش الكلمه دي تقول لي هونيها تهون. الله. ففي مره قعدت مع نفسي اكتب كده وانا ليه بتضايق من الكلمه دي، اللي هو بتتعاملي مع الدنيا على حقيقتها. حلو التفسير ده حلو جدا. هونيها تهون، تعامل مع الدنيا بحقيقتها. حلو. شوف كل واحد فينا فتي يعني انا فسرتها بان يعني طبعا طبعا لشغلي يعني طبعا. هونيها يعني فكري فيها بشكل مختلف، هتهون، هتبدل مشاعرك وتبقى مشاعرك مشاعر رضا وتقبل. فبعد ما فهمتها بقيت احبها منها قوي. انا امي ست جميله حكيمه جدا، هي يمامه طول الوقت محوطانه، مش بس ولادها، كل حبايبها. حمتنا من حاجات كتير ووقفت هي درع حمايه ليا ولاخواتي. فشكرا
على كل حاجة عملتيها. شكرًا اتعلمت منِّك الحياة. أنا يعني جه مرحلة كبيرة جدًا من حياتي الحمد لله، الحمد لله تخطيتها. كنت برضه بتبقى راجعة للنشأة يعني، كنت people pleaser أوي، يعني طاقتي كلها في إن أنا في إرضاء الآخرين ومش شايفة نفسي طبعًا، يعني هو ما كانش في الbalance يعني، فكنت آسف وشكرًا دي أنا باقولها طول الوقت، احتياط، لوحدي هاتأسف عشان ما حدش يتضايق مني، وطبعًا شكرًا لإن طبعًا اللي قدامي دايمًا كويس ودايمًا جميل، ففي الprocess دي بقى مين اللي مش متشاف، مين اللي ما اتقالوش شكرًا أو آسف، أنا. آمم مرحلة كبيرة من حياتي أنا مش شايفة نفسي ومش مش باقدّر أي حاجة أنا باعملها، مش باقدّر أي حاجة باوصل لها، فلأ يعني آسف وشكرًا دي من ناحية الناس اتقالت وزيادة. ترسب معايا. أنا اللي فعلًا دلوقتي في ياسمين دلوقتي باشوف إنه أنا كنت أستحق برضه إني أشوف نفسي وأشكرها و وأتأسف على كل وقت أنا اللي كنت قاسية فيه مع نفسي، وأنا اللي ما كنتش باشوف نفسي، وكنت باحط الpriority أو الأولوية عند الآخرين مش أنا، فأنا أستحق إن أنا أشكر نفسي وأعتذر لها. حلو جدًا. مش أنانية، آه. بس بالعكس إن أنا جاية من extreme حاجة تانية people pleasing فاهم؟ فإنه برضه هي priorities ولنفسك عليك حق برضه يعني ما فاهم قصدي؟ celebrate yourself. أيوه بالضبط صح. شايل كلام لمين لحد دلوقتي؟ حاسة إن أنا ممكن أسرق من السؤال اللي فات شوية، بس أنا حاسة إنه فعلًا أنا الكلام ده عمري ما قُلته بصوت عالي لأهلي مثلًا، حاسة إنه ممكن هاقول برضه الكلام ده لأهلي برضه، يعني حاسة إن ممكن لأ صحابي فاهمين قد إيه أنا باقول لهم ده. ممكن عشان أنت day to day مع أهلك فما بتبقاش شايف بتبقى شايف حاجات for granted كده، لكن I think إنه لأ، لو أنا هاقول حاجة هاقول لهم إنه support فارق معايا أوي. بقيت ممتنة لوجودهم أكتر بكتير دلوقتي. أنا دلوقتي من ساعة ما استقلت خلاص بقيت قاعدة وقت طويل أوي معاهم في البيت، فكنت خايفة من الحاجة دي. خايفة من رد فعلهم. مش من رد فعلهم، كنت خايفة من أنت بتنقل من office 8 ساعات لقاعد في البيت، طب هيتفهموا حتة الشغل والّا هنبقى كله سايح في بعضه؟ القعدة في البيت برضه ممكن تجيب كلاشات كتير، أنت طول الوقت قاعد. بالعكس بقيت حاسة إن أنا قرّبت أكتر، بقيت حتى اخواتي يعني بقيت ممتنة ليهم أكتر، بقيت حاسة إن بقى في relationship مختلفة عن قبل كده، فبقيت حاسة إنه لأ أنا مدركة الvalue بتاع الناس دي أكتر، مش من حتة إنه إن هم أهلك ولازم تقعد معاهم أو هم لأ، حاسة إنه بقى كل حاجة فيهم أو كل شخص فيهم بقى بيملى aspect مختلف أو need مختلفة عن اللي كانت موجودة، بدل ما كانوا في حتة كده لأ بقوا في حتت أكتر. علاقتي بإخواتي اتحسنت أكتر، بقى في relationship ما بيننا أكتر من الأول. بابا وماما كنت خايفة من حتة إن حياتي الاجتماعية، بالعكس يعني من ضمن الحاجات اللي فارقة معايا كمان علاقتي بصحابي. أنت لما بتسيب الحاجة اللي تبقى common ما بينك وما بينهم، الموضوع بتبتدي بقى تختبر فعلًا علاقتك بيهم تبقى عاملة إزاي. يعني أنت طول ما أنت قاعد الشيطان برضه عمال أيوه كده ويقول لك لا ممكن يحصل كذا طب صح طبيعي، وغصب عنك بدل ما كنت بتقضي معاهم كتير أوي، أنت عمرك ما هتقضي معاهم نفس الساعات اللي كنت بتقضيها معاهم، فوقتها بتختبر بقى العلاقة عاملة إزاي، فعلًا أنتوا هتقدروا تkeep الcommitment ده ما بينكم والّا لأ. فممتنة لهم جدًا في الحتة دي، إن إحنا قادرين وسط كل الضغوطات دي وكل واحد عنده ووسط التغيرات اللي حصلت معانا إن إحنا بنحاول نبقى متمسكين بالجزء ده. فبس يعني زي ما قُلت لك في الأول هم أكتر عمودين أنا بابقى واقفة عليهم، فهم أقول لهم هم دول يعتبر المين بتاع الحلقة هم. أيوه الدعم بتاعهم. شايلة كلام لمين لحد دلوقتي؟ شايلة كلام أكيد طيب. كلام
شايله كلام لحد بحبه، معرفش هو مين، بس شايله مشاعر حلوه قوي، شايله مشاعر وشايله كلام انا متاكده ان هو يستحقه. بس ما تسالنيش مين لاني معرفش. انا دايما متاكده ان في حد حلو مستني مني كلمه تاثر فيه، مستني مني كلمه هو محتاجها، رزق ليه ورزق ليا انا، لان انا بحب العطاء، بحب احس ان انا اديت لك حاجه، اضفت لك حاجه. فدايما في كلمه انا عارفه انها متشاله لحد يستحقها. هقول لك ممكن اكون انا برضو مع علاقتي بمامتي كنت اكتر من وانا طفله، كنت انا البيرنت مش انا التشايلد. فاهم؟ لما يكون في بتحصل كتير اوت اوف عدم awareness بيبقى الادوار معكوسه، الطفل هو المتحمل مسؤوليه البيرنت بتاعه فبيبقى هو البيرنت. فده بيخليه طول الوقت stressed و anxious انه انا خايفه على امي، انا المسؤوله عن هي تبقى امنه، انا المسؤوله عن هي تبقى سعيده. فما كنتش بسمح لنفسي ان اطلب منها حاجه او اكون محتاجه حاجه او اكون متضايقه منها، ما بسمحش منها لنفسي. فبالتالي في مواقف كتير في كلام ما سمحتش نفسي اني اقوله لها، لاني ما سمحتش نفسي اني افكر فيه، لان انا المسؤوله دلوقتي. ياسمين دلوقتي اللي هي اكثر وعيا، اللي هي عدت بجيرني وبروسس كبيره قوي في الهيلينج، بقيت مدركه ان كل الفتره اللي فاتت دي كنت انا الطفل مش انا البيرنت. علمتك حاجات كتير. ايه علمتك حاجات كتير. ان ادراكي لده يعني طبعا انه عادي، انا كنت محتاجه حاجات كان ممكن اطلبها، ده دورها. وانه انا كنت متضايقه من حاجات كان المفروض اعبر عنها عشان هي دورها هي اللي تستوعب مشاعري مش العكس. فيمكن ده مخليني لا شايله كلام كتير عايزه اسمح لنفسي ان انا اقوله لها يعني. لأهلي طبعا. اوكي. شايل. بحاول ألاقي الصيغ المؤدبة تدريجيا عشان أعبر. بحاول ألاقي الصيغ اللي ما تعملش، اللي تحقن الدماغ وما تخليش الأعداد صعبة أكتر. ولكن شايل طبعا كتير. وعلى فكرة 3/4 الناس شايلة من أهلها، ولازم يجي وقت ونقعد. شايله حلو ووحش. حلو وحش. لا بس أنا هنا بعمل وحش بس. اوكي. الحلو حلو. دخول اللي ما تختلف عليه. ثوابت الحلو. بونس وجمله بسلوك وكمش دعم كرميه. شالتك في بطنها 9 شهور. ايوه مش ما كانتش عاجبني من كارفور. اتس ذات ديفولت، يعني الطبيعي ان هي هتشيلني 9 شهور وان ده شيء وبيصرف عليا. ايوه عشان هو قرر ان هو يخلفني. كل الحاجات دي انا ما بحبش اشكر عليها كحسام. انا اشكر على ايه بقى؟ البروسيس بتاعت التربيه، الطريقه اللي اتربيت بيها بس. لكن فكره الاهل دلوقتي كمان سبيشالي الجين زي ده واخدين الصوره بتاعت الاهل بتاع جيلنا احنا الثمانينات بس بالشكل الاجريسيف قوي. اجريسيف الى حد ان هم سايبين العيال خالص، خدوا راحتكم الا من رحم ربي يعني. فخد راحتك دي لما تتقال عايز بياخد راحته. اوكي. فما ربنا يكرمه العيل ده اللي واخد راحته ده وبيعمل اي حاجه بقى من دماغه بناء من على دماغ صحابه ويخبط ويعمل حاجه مؤذيه حاجه كبيره، بيتجاب يتعاقب عقاب دموي. طب يا جماعه ثانيه واحده، فين حق جهل العيل ده؟ هو اصلا ما يعرفش. انت ما اديتوش. احنا كجيلنا احنا كان بيتقال لنا الجيل بتاع اللي بيتقالوا لا وخلاص. لا ليه هو كده؟ اكيد اتقالت في البيت قبل كده سمعتها، عارف؟ لا ليه هو مش عايز هو كده. هو كده دي خلت الاحلام دي دفينه عندنا جوانا. ممكن يجي ننفذها بشكل خاطئ جدا مؤذي يأذينا، وفي الاخر هنلام عليه. ليه؟ عشان الدور انا ما اعرفش استرسلت ليه في الحته دي بالذات، بس انا مش عندي قضيه مع التربيه. كتابي الجديد اسمه ناقصين ربايه، فكان فيه عناصر التربيه عموما. فانا السؤال ده واسع قوي يعني محتاج ناخده كده اسميه في ملف لوحدي. بس عندي كلام كتير لاهلي ما قلتوش طبعا، نفسي اقوله يعني.